ازيكم؟ انا هاجر. قصة جديدة وفيديو جديد، صلوا على النبي ويلا نبدأ. قصتنا النهاردة رعب، تمام كده؟ بطلة حكايتنا بتقول: انا سارة، عمري 18 سنة وفي كلية آثار، لكن مش بروح الجامعة كتير غير لو في خروجة مع أصحابي أو حفلة أو عيد ميلاد حد من الشلة. بحب الأغاني والأفلام الرعب وقصص الرعب والفيسبوك والأنستا واللبس والميك اب، من الآخر كده مقضياها. المهم في يوم دخلت عليا امي عشان تصحيني من النوم، قالت لي: ساره، ما ينفعش يا زفته كده، انت كل يوم ادخل عليكي الاقيكي نايمه بالمنظر ده. قلتلك كده حرام حرام 100 مره، قلتلك ابقي البسي حاجه تداري جسمك قبل ما تنامي، وبرضه سايبه اللابتوب مفتوح والاغاني شغاله. انا مش عارفه اعمل معاكي ايه، انا خلاص زهقت منك بجد. قلت لها: خلاص يا حاجه قايمه اهو، وبعدين قلتلك انا مش بعرف انام غير كده. قالت لي: يا بنتي بقولك حرام تنامي كده، هتتلبسي يخرب بيتك، وبعدين انت عندك اخوكي ولد وما ينفعش يشوفك بالمنظر ده، وبعدين انا نفسي اشوفك بتصلي ولا بتعملي حاجه مفيده غير النوم اللي انت نايمه على طول ده. قلت لها: اول حاجه يا ماما ده اخويا، وبعدين انا قبل ما اخرج من اوضتي بلبس حاجه، وبالنسبه للصلاه ربنا يهديني، اما بقى اللي هيلبسني ده فاكيد مش هيسيب بنات العالم كلها ويجي يلبسني أنا. وبصراحة من بعد الكلمة دي حسيت برعشة في جسمي كله، بس ما اهتمتش، قلت عادي. وابتدت الحكاية في اليوم ده. جيت من الجامعة بالليل ودخلت أوضتي بعد خناقات صغيرة كده مع ماما كالعادة. المهم برضو قلعت كالعادة وفتحت اللابتوب وشغلت الأغاني وفضلت قاعدة على النت ما بين فيسبوك وانستا وخلافه. وساعتها ماما ندهت عليا عشان اتعشى معاهم، قلت لها ماشي، بس كملت قعدتي على النت زي ما انا، وبصراحه ما خرجتش. المهم كانت حوالي الساعه 12 كده، كبس عليا النوم، قمت طلعت على السرير وسبت اللابتوب مفتوح على الاغاني بصوت هادي، وفردت ظهري على السرير ومسكت تليفوني ودخلت على الفيسبوك، وساعتها قلت اقرا قصه رعب من اللي بحبهم عقبال ما انام. وساعتها دخلت على جروب للقصص الرعب واخترت قصة، وبصراحة اسم القصة شدني قوي، وابتديت أقرأ القصة واللي كانت بطلتها تشبهني كتير في ظروفي وطريقتي وأسلوبي في الحياة. وساعتها ماما ندهت عليا تاني عشان أقوم أكل لأني ما قمتش كلت، وبرضه قلت لها جاية، بس برضه ما قمتش. وبدأت أقرأ في القصة، والقصة كانت في أولها عادية جدا، وبعدين أحداثها بدأت تزداد رعب، وفجأة جالي شعور إن في حد معايا في الأوضة، وكان في خيالات رايحة جاية. شلت عيني من على التليفون ثواني وابتديت أركز في كل مكان في الأوضة، بس ما لقيتش أي حاجة، وابتسمت وقلت ده أكيد تأثير التعب وعشان النوم كابس عليا بدون مقدمات. ومرة واحدة حسيت بحاجة نايمة جنبي على السرير، أيوة نايمة جنبي، سمع نفس حد، حاسة بحرارة جسمه، جسمي كله اتشل وما بقيتش قادرة أتحرك، وكنت بحاول ألف وشي وأشوف إيه ده لكن مش قادرة. وبعديها الأمور زادت والشيء اللي أنا مش شايفاه ده ابتدى يقرب مني، وبحس بيه أقرب مني من الأول، وفضل يقرب يقرب وابتدى يمشي إيده على جسمي العريان، وصرخت بأعلى صوت لكن محدش سمعني. وصوت الأغاني اللي أنا مشغلاه كان بيعلى ويزيد لوحده، وساعتها حاولت أقوم لكن حسيت إن في إيد ماسكة في إيدي ومكلبشاني ومش قادرة أتحرك من على السرير، وبدأ يتلمس كل جسمي، وكل مكان لمساته بتزيد لجسمي كان بيزيد صريخي، لكن من غير فايدة، ما كانش فيه أي حد بيسمعني. وكنت سمع صوت أخويا بره لكن هو ما كانش سمعني، وصوت الأغاني كان عمال يعلى جدا بس صوتي كان أعلى بكتير، وكنت بخبط برجلي على الحيطة اللي جنبي، كنت بحاول أعمل أي شيء عشان حد يسمعني لكن مفيش فايدة برضه. والسرير كان بيتحرك بيا ويترفع لفوق وينزل تاني، ولسه الشيء ده بيلمسني في كل جسمي، بل بالعكس زاد الأمر عن التلامس والتحسس كمان. وساعتها صرخت بكل قوتي، ولما فقت فضلت أبص حواليا، قلت إيه ده؟ هو ده كان كابوس ولا إيه؟ معقولة؟ لأ، أنا كنت مفتحة عيوني، كان كل شيء حقيقي، كنت باخد نفسي بصعوبة والأغاني شغالة زي ما هي، وكان كل شيء طبيعي في الأوضة بتاعتي، لكن أنا كنت مرعوبة وجسمي كله بيترعش. وساعتها قمت جري عشان أخرج على بره من كتر خوفي من اللي شفته من الكابوس الغريب ده. وقفت عند الباب وقلت هخرج ازاي كده، ده صوت أخويا بره وأنا مش لابسة كل هدومي. رجعت تاني وقلت هلبس حاجة واخرج أقعد بره شوية مع أخويا لحد ما اهدى شوية وانسى الكابوس المرعب ده.
وابقى كويسة. وساعتها فتحت الدولاب وطلعت هدوم البسها. ببص على ايدي لقيت علامات 3 صوابع معلمين على كل ايد من ايديا مكان الماسكة. وساعتها اتصدمت، يعني ايه؟ ما كانش كابوس؟ لا مستحيل. وساعتها اتفزعت وفجأة سمعت نفس حد ورايا وسخونة شديدة، والأغاني عليت أكتر وأكتر. وابتدى الشيء ده تاني، وصوت الأغاني عمال يزيد جدا، وابتدى شيء يحضني من ظهري. وساعتها فضلت أصرخ وصرخ. فتحت عيني لقيت نفسي على السرير لسه، وقمت بصيت على ايدي لكن ما لقيتش حاجة. يعني برضو كل ده كان كابوس؟ يعني كابوس جوه كابوس. قمت وانا مرعوبة ولبست بسرعة وخرجت قعدت مع اخويا بره، وما دخلتش الأوضة بتاعتي تاني، وما دخلتش الأوضة تاني غير لما النهار طلع. ودخلت الأوضة الصبح، وبعد محاولات كتير للنوم نمت عادي جدا وما حصلش أي حاجة. أنا قلت مجرد كابوس وخلاص. المهم صحيت على صوت أمي كالعادة. قالت لي قومي بقى يا بنتي، العصر هيأذن أهو. إيه، هتنامي طول النهار ولا إيه؟ يعني ولا جامعة ولا حتى بتعملي معايا أي حاجة في البيت؟ قلت لها حاضر يا ماما، قايمة أهو خلاص. وقمت فعلا، لكن مرضتش أحكي لها على الكابوس عشان ما تقوليش مش قلتلك هتتلبسي وكلام من ده كتير، وتفضل تكلمني عن الصلاة وتتفشى فيا. وبيني وبينكم أنا ما حطيتش في بالي أصلا، وقلت مجرد كابوس زي أي كابوس بالليل. ودخلت أوضتي وتقريبا نسيت اللي حصل امبارح، وفتحت اللابتوب وشغلت أغاني، وبرضه قلعت أغلب لبسي وقعدت أكلم صحابي على الفيسبوك. وكعدتي كل يوم دخلت الجروب بتاع قصص الرعب وابتديت أدور على قصة أقراها، لكن المرة دي كنت بستخدم اللابتوب بتاعي مش من التليفون. لمحت نفس القصة اللي قريتها امبارح وفتحتها برضو. قلت ايه ده؟ مش دي القصة اللي كنت بقراها امبارح قبل ما انام ونمت وما كملتهاش؟ ايوه هي فعلا. وابتديت اقرا، وهنا افتكرت الكابوس. قلت طيب اقراها ولا لا؟ وبصراحة خفت جدا لما افتكرت كابوس امبارح، لكن شلت الموضوع من دماغي عشان ما خافش وكملت القراية. شوية وانا بقرا القصة ومندمجة مع الأحداث اللاب فصل شحن. وساعتها قلت ايه الفصلان ده؟ قمت أتأكد من الفيشة بتاعت الشاحن ورحت لحد الفيشة شلتها وحطيتها تاني عشان لو مهزوزة. وانا راجعة شفت حاجة خلعت قلبي من مكانه. بصيت لقيت شيء غريب قاعد على السرير قدام اللابتوب وباصص لي زي ما يكون راجل كده، بس ده مش بني آدم، كائن غريب من غير ودان تقريبا، وأصلع، ولون جلده أقرب للأزرق، وفتحة فمه بالطول مش بالعرض، وعيونه ضيقة جدا، وإيده فيها 3 صوابع وليه حوافر. منظر فظيع ومرعب جدا. حرارة جسمي ارتفعت ورجلي اتثبتت في الأرض ومش قادرة أتحرك ولا أتكلم. جمدت في مكاني ومفيش نفس خارج مني. كنت واقفة مصدومة. بص ناحيتي وقال لي تعالي ما تخافيش، وأنا كان صوتي مش طالع. نفسي أصرخ أو أجري أو يغمى عليا أو أموت حتى، بس ما أشوفش المنظر المرعب ده. وفي بالي بقول يا رب يطلع كابوس. هو أكيد كابوس. يا رب ساعدني، عايزة أفوق عشان أنده على حد. نده عليا تاني وقال لي قربي واتكلمي. صرخت صوتي طلع بس تقريبا محدش سمعني. صرخت كتير بس مفيش فايدة. قال لي محدش هيسمعك. قلت له طيب انت ايه ومين وعايز مني ايه؟ ده اكيد كابوس، انت مش حقيقي وانا هفوق دلوقتي. وابتدت دموعي تنزل. حطيت ايدي على خدي عشان اتأكد من وجود دموع. لقيت دموع فعلا، يعني ده حقيقي، أنا مش بحلم. كنت بحاول أتشبث بأي حاجة تقنعني إن ده كابوس، لكن واضح فعلا إنه حقيقي. وساعتها قال لي أنا بحبك ومراقبك من زمان وأعرف كل حاجة عنك وعايزك معايا في العالم بتاعي. اتصدمت وبقيت في حالة هستيريا، بضحك وبعيط وبقول له سيبني في حالي. أجي معاك فين؟ أنت مش حقيقي، ده كابوس. وكنت بحاول أهرب بس ما كنتش قادرة. رجلي ما كانتش بتتحرك من مكانها، وابتدى يقرب مني وكأن نار جاية عليا. وقرب أكتر، وقف قدامي لكن ما قدرتش أبصله، ومسك إيدي وابتدى يشدني ناحية السرير، وأنا كنت بمشي معاه ومش عارفة إزاي وصلنا للسرير. وابتدى يقرب لي ويلمسني زي امبارح بالظبط، بس المرة دي وهو موجود فعلا قدامي. منظره كان فظيع، ماسك إيدي وكان بيحاول يحضني. صرخت كتير، فضلت أقول حد يرد عليا، حد يلحقني. وفجأة باب الأوضة اتفتح ودخلت أمي، وساعتها ردت فيا الروح وحسيت بالأمل من تاني. وفضلت أصرخ وأقول الحقيني يا ماما الحقيني، وصريخي زاد. أمي وقفت قدامي
وقالت لي برضو يا سارة نايمة من غير هدوم ومشغلة الأغاني كمان، أنا مش عارفة أعمل معاكي إيه، ربنا يهديكي يا بنتي. وساعتها خدت حاجة من الأوضة وخرجت وكأنها مش شايفة أي حاجة من اللي بتحصل. وساعتها اتصدمت، وأمل إن حد ينقذني راح، وفضلت أصرخ وأقول لها لا 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 ما تخرجيش يا ماما، أرجوكي أرجوكي ما تخرجيش، أنا صاحية أهو، ما تخرجيش، الحقيني، أنا صاحية، أنا صاحية أهو مش نايمة، ارجعي أرجوكي. وبرضه من غير فايدة، ما كانتش سامعاني تقريبا. قفلت الباب وخرجت، وفضلت أقول لا لا لا، إزاي ما شافتهوش؟ يبقى أكيد أنا بحلم. لكن هو كان لسه ماسكني وقال لي لا، ده مش حلم، وانتي بتاعتي ولازم أخدك معايا كمان. وفضلت أصرخ وأبكي وأقول يا رب يا رب. ودي كانت أول مرة نادي وأطلب مساعدة ربنا. كان نفسي أقرأ قرآن، بس للأسف مش حافظة أي حاجة. وفضلت أقول يا رب يا رب احميني. وساعتها الفجر أذن وشباك الأوضة اتفتح لوحده، وهو اختفى في ثانية، وكل شيء رجع لطبيعته. وساعتها وقعت من طولي على السرير، وأمي دخلت الصبح قالت لي سارة قومي يا بنتي عشان تفطري معانا، قومي كفاية نوم بقى. وبرضه مشغلة الأغاني. يا نهارك مش فايت، فاتحة الشباك ونايمة بالمنظر ده؟ انتي ايه اتجننتي خلاص؟ قمت والشباك كان فعلا مفتوح، وأمي كانت عمالة بتزعقلي. بصيت على ايدي كانت علامات صوابعه موجودة، وساعتها بصيت لأمي وانهارت من العياط. قالت لي في ايه يا بنتي، مالك يا سارة؟ وساعتها خدتني في حضنها وهديت شوية، وحكيت لها على كل اللي حصل معايا، ووريتها دراعي كمان. اتصدمت وضمتني اكتر لحضنها وفضلت تعيط عشاني. قالت لي ليه كده يا بنتي، ما انا ياما قلتلك ربنا يحفظك ويحميكي. وابتدت تقرأ لي قرآن، وفضلت تقرأ قرآن في كل الأوضة. خرجنا وكنت مرعوبة أقعد في الشقة، لكن أمي فضلت جنبي وما سابتنيش، وقالت لي أنا هتصل بخالتك عشان تبعت لنا شيخ هي تعرفه يجي يرقيكي ويحصنك ويقرأ لك قرآن في الأوضة. وفعلا اتصلت والشيخ جه البيت وقعد معايا وحفظني بعض آيات في القرآن، ودخل أوضتي وبدأ يقرأ قرآن، وفضل قاعد لوحده جوه حوالي ساعة، وخرج وقال لي إن شاء الله انتي ما فيكيش حاجة، بس ما تناميش غير وانتي ساترة نفسك، وواظبي على الصلاة وقراءة القرآن، وبالتحديد الآيات اللي قلتلك عليها، وما تخافيش من حاجة غير ربنا، وخليكي قوية، ربنا يحفظك ويحميكي يا بنتي. الشيخ ساعتها مشي، وأنا من وقتها ابتديت أصلي فعلا وأقرأ قرآن، وقررت أغير حياتي كلها. وأول فترة طبعا ما كنتش بنام في الأوضة خالص، وما كانش بيحصل لي أي حاجة. وبعد فترة بقيت أنام في الأوضة، بس ماما كانت بتنام جنبي ومش بتسيبني لوحدي نهائي. وشوية شوية وبعد فترة أكبر نسيت الموضوع واطمنت أكتر، وبقيت أنام لوحدي في أوضتي وما حصليش أي حاجة تاني. بس كل ده وأنا مواظبة على صلاتي والأذكار اللي الشيخ علمها لي، وحتى الفجر بصليه في وقته. وتقريبا كده حياتي كلها اتغيرت. ومع مرور الوقت بقيت أفتح فيسبوك وأشغل أغاني، بس مستمرة في الصلاة وقراءة القرآن. المهم عدت تقريبا أكتر من سنة، وابتديت أهمل في الصلاة تاني. وفي يوم قاعدة سرحانة وبسمع أغاني، حسيت بسخونة شوية في الجو، قمت خففت أغلب هدومي ورجعت قعدت على الفيسبوك تاني، ودخلت جروب القصص الرعب وابتديت أدور على نفس القصة، ولقيتها فعلا موجودة. قلت ياه انتي لسه موجودة، ده أنا حتى ما كملتهاش. وساعتها قلت لما أدخل أكملها، وفضلت أدور أنا وصلت لفين. قلت لحد ما البنت ابتدت ترجع زي الأول وما بقتش تواظب على الصلاة. وساعتها الفجر أذن، وساعتها عملت نفسي مش سامعة وابتديت أكمل القصة. سمعته من ورايا وهو بيقول لي وحشتيني، أخيرا رجعتيلي، كنت مستني ترجعي من زمان. لفيت وشي ببطء وبصيت، أيوة هو نفس المنظر البشع واقف ورايا. جسمي اترعش وغرقت عرق في ثانية، وكنت بحاول أفتكر الآيات اللي حفظها لي الشيخ، بس تقريبا ذاكرتي اتمسحت. قمت وأنا جسمي كله بيترعش وبيتنفد من كتر الرعب، مفيش أعصاب، وبقول سامحني يا رب، أنا خلاص هرجع لك تاني وهرجع أصلي. جريت على المصلية مسكتها وفردتها وبحاول أصلي، لكن ما كنتش لابسة لبس الصلاة ولا حتى مغطية شعري. رجعت تاني، ما أنا برضو مش هينفع أصلي كده. وساعتها شدني وحضني من ظهري وحط إيده على عيني وقال لي خلاص انتي بقيتي بتاعتي وهتيجي معايا دلوقتي حالا. شال إيده وفتحت عيني، قلت أنا فين؟ دي مش أوضتي ولا ده بيتنا ولا ده عالمنا. يعني إيه؟ أنا خلاص أنا هكمل هنا؟ لا مش ممكن، أكيد دي مش هتكون نهايتي. وفضلت أبكي وأقول يا رب
اديني فرصة تانية، بس تقريبا خلاص مفيش فرصة تانية، بس أنا اللي استاهل، عشان طول الوقت مش بعمل حاجة صح، وطول الوقت بعيد عن ربنا. حتى لما جاتلي الفرصة أرجع لربنا وأعمل حاجة صح في حياتي، ما قدرتش أستحمل وأكمل، ورجعت تاني زي ما كنت. وساعتها سمعت صوت بيقول: يا سارة، انت يا زفتة، يلا عشان نتعشى. هو أنا هستناكي سنة؟ يلا عشان الأكل هيبرد. قلت لها حاضر، خلاص جاية اهو يا حاجة. كنت بقرأ قصة أصلها جامدة قوي يا ماما، دي قصة رعب. قالت لي: قومي بقى يا بنتي، الله يهديكي، وتصلي وتلحقي نفسك وتغيري حياتك. قلت لها: ما أنا خلاص بعد القصة دي قررت أصلي وأغير حياتي يا ماما. أنا شفت كمية كوابيس، الحمد لله إنها طلعت حلم. بس كده، وهي دي كانت القصة.